السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل القشطوطة مع بعض كده. لو نفسك تاكلي حاجة حلوة كده في السريع، قومي يلا كده ايه اتنشطي واعملي القشطوطة. كانت جميلة جدا وطعمها كان روعة، ووصفتها سهلة قوي ومفيش اسهل من كده. زي ما انتم ما شايفين طبعا الشكل بتاعها عامل ازاي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا كوباية سكر، وهنحط نص كوباية زيت واربع بيضات. تمام. كل حاجة هنحطها في الخلاط، هنعملها في الخلاط. عندك مضرب كهرباء، اعمليها بالمضرب. عندك مضرب يدوي، اعمليها بالمضرب اليدوي. بس انا مش هعمل بالمضرب الكهرباء، انا هعملها كلها في الخلاط. طبعا حطينا الاربع بيضات ونص كوباية زيت وكوباية سكر ورشة فانيليا ومعلقة خل كبيرة. تمام. وهنضرب كل المكونات دي مع بعض كده زي ما انتم ما شايفين. طبعا لو وصلت لحد هنا ما تنسنيش في لايك قمر زيك كده، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. طبعا هنا بقى زي ما انتم ما شايفين هنحط كوبايتين ونص دقيق ومعلقة ونص بيكنج باودر. تمام. وزي ما انتم ما شايفين طبعا الخليط، بصوا يعني ما شاء الله بقى لونه كريمي كده وهش معانا. بصوا دخلنا دي والبيكنج باودر، هننزل بقى ايه بالسوائل اللي احنا عملناها ايه في الخلاط. تمام. طبعا هنخلط بقى الدقيق بالسوائل ديت. لو احتاجتي لبن حطي، ما احتاجتيش خلاص. متاح عندك لبن حطي، مش متاح شوية مية مش هتفرق. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده الخليط، بصوا قوامه حلو قوي. طبعا دهنا الصينية بتاعتنا مسحة زيت كده خفيفة، وفضينا الكيكة بتاعتنا في قلبها. طبعا لازم تخبطي الصينية خبطتين كده عشان لو في اي تفقعات تخرج ايه معانا. هنا بعد الكيكة ما استوت حطيناها في الفرن على درجة حرارة 180. قعدت تلت ساعة وطلعناها طبعا. اول ما طلعناها طبعا اختبرناها زي ما انتم ما شفتوا كده. هنا معانا بقى لتر حليب، وحطيت معلقتين لبن بودرة. وهنسقي الكيكة بتاعتنا دي. بتخرمي الكيكة كده. طبعا انتي بتسقي الكيكة اول لما بتخرج من الفرن، بتخرميها كده عشان خاطر التشريبة توصل للكيكة كلها. تمام. بصوا هننزل بقى ايه بلتر الحليب بتاعنا. حابة تحطي لبن زيادة حطي، بتبقى طعمها جميلة جدا بصراحة وبتبقى طعمها روعة. هنا معانا كوباية كريم شانتيه، وحطيت عليها كوباية مياه متلجة، كوباية صغيرة. حطيت مياه متلجة. حابة تعملي برضو بلبن المتاح عندك، بس انا دايما بعمل الكريم شانتيه ساعات بلبن وساعات بمية، يعني مش كل الاوقات بصراحة. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده بنضرب الكريم شانتيه لحد لما القوام بتاعه تقل معانا كده وبقى متماسك. وبعد كده ايه الكيكة بتاعتنا كنا حطيناها في التلاجة بعد ما شربناها. تشربة اللبن حطيناها في التلاجة. ما ينفعش تحطوا الكريم شانتيه على طول عشان خاطر هتبقى الكيكة سخنة فهيسيح معانا الكريم شانتيه. طبعا بقى حطينا كريم شانتيه الكمية اللي انتوا عايزينها، وهتفردوها كده من فوق الوش زي ما انتوا ما شايفين كده. طبعا لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في لايك وشير الفيديو لحبايبك. بصوا بقى حطينا باقي الكريم شانتيه معانا في كيس تلاجة عادي، وهنعمل بشكل عشوائي كده يعني. بصوا خطوط رايح جاي رايح جاي، مش لازم يعني تعملوا الخطوط يعني تبقى شكل اللي انتوا عايزينه، لا. خطوط عشوائية كده، لان احنا كده من فوق الوش هنحط بفاكهة وبصوصات كده ايه موجودة عندي. تمام. حابة تزيني الوش زي ما انت ما عايزة، انت وراحتك، المتاح عندك اعمليه. طبعا بنقطعها كده على قد العلبة بتاعتنا. كنت عاملة انا رز بلبن قبليها، فطبعا كنت منزله لكم فيديو الرز بلبن. يا رب وصفة اليوم تعجبكم، وما تنسونيش في لايك قمر زيكم كده. اي نوع فاكهة بقى موجودة عندك زيني بيها. طبعا كل الفاكهة موجودة في السوق بصراحة. بصوا انا حطيت مشمش وبرقوق.
وهحط برضو موز. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده. الشكل اللي انت عايزاه بقى، حابه تحطي مكسرات حطي، حابه تحطي صوصات بس حطي، صوص شوكولاته، صوص توت. دوت بصوا كان توت معايا. تمام، وهحط بقى صوص فراولة وصوص شوكولاتة. طبعا الفاكهة ديت عشان ما تتبلش معانا لازم نلمعها، نديها تلميعة كده. طبعا بقى انا لمعتها بايه، كان عندي عسل. تمام، فروحت عاملاها بالفرشة كده وبالعسل عشان خاطر ايه ما تتبلش معانا. ودي كانت وصفة اليوم بتاعتنا، ويا رب فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك قمر زيكم كده، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتدوس على كلمه الكل عشان يوصل لها كل جديد. زي ما انتم ما شايفين بصوا لمعت الفاكهه من فوق الوش كده. ودي كانت وصفه اليوم، وما تنسونيش بقى في لايك قمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.